فجليس الشر يشككك في دين الله، يدعوك إلى الشر. عمران بن حطان كان رجلا صالحا، روى عن جماعة من الصحابة، وجلس في مجالس العلم، تزوج بامرأة خارجية فصار من الخوارج. لماذا؟ حظته وحثته على الشر، فصار يمدح قاتل علي بن أبي طالب، نعوذ بالله. وهكذا جلساء الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فاحذر عبد الله من دعاة ومن يدلون على الشر، يدل على الباطل، يدل على المنكر، يدل على ما فيه فساد لدينك، فساد لدنياك. وما ترون وتسمعون، من الذي أفسد عقائد الناس؟ من الذي أدخل الشر إلى البلاد؟ من الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه؟ إلا دعاة الشر من زمن قديم. بلاد اليمن بلاد خير، بلاد السنة، لم يكن فيها شر، كانت على السنة، حتى جاء أهل الشر، جاء الرافضة علي بن الفضل ويحيى بن الحسين الهادي، جاء الباطنية بقيادة علي بن الفضل القرمطي، وجاء الرافضة بقيادة يحيى بن الحسين الهادي إلى صعدة، فأفسدوا في اليمن فسادا في دين الناس ودنياهم. أدخلوا الرفض، أدخلوا